رب العالمين والعاقبة الحسنى لعباده المتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى من اقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين. أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم ما بعد أيها الطيبون عمار بيت الله عز وجل، أحييكم بتحية عطرة طيبة مباركة، تحية أهل الجنة وتحيتهم فيها السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله، ونسأله تبارك وتعالى كما نورنا بالجلوس في بيته لذكره وحمده وشكره واستغفاره وإحياء سنته عليه الصلاة والسلام، نسأله ألا يحرمنا شربة هنيئة مليئة من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، شربة لا نظمأ بعدها أبدا. بداية سعيد بتواجدي معكم في بيت الله عز وجل، قول الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. وما أجمل أن نلتقي في بيت الله عز وجل لإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعيش في هذه الأيام المباركات وهذه الساعات الطيبات، شهر الأنوار، ذكر ميلاده صلى الله عليه وسلم. وهنا أقول بين قوسين: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتضي منا أن نحتفل بمولده أو نحيي سنته في ذكر مولده فقط، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلو نعود إلى هذا الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة في حجة الوداع عندما تلا قول الله تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ففي هذه الحياة الدنيا التي نعيشها، وقد حذرنا الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا الحياة التي نعيشها التي قال عنها الله عز وجل: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. منذ أن يولد الإنسان وهو في كبد، في مشقة، في تعب، ولكن السعيد من يلتزم شرع الله عز وجل. ولهذا في هذه الدنيا الإنسان يحب أن يفعل أشياء وهي من الجوازات، يعني من الأمور الجائزة. الإنسان مثلا على سبيل الذكر يريد أن يشرب مثلا كأس حليب ويضع فيه قليلا من السكر وقليل من القهوة، وإنسان آخر لا يريد أن يشرب الحليب لوحده، فهذا إنسان يعني لا حرج، إنسان يفعل أشياء مثل هذه، يعني شيء لا يعارض الدين. لكن ما جاء به هذا الدين من أحكام ومن معاملات ومن أخلاق وجب على الإنسان أن يلتزمها، فهذا وما أتاكم الرسول فخذوه. فلما نلتزم شرع الله عز وجل، بماذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء بهذا الدين الحنيف: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنرى في هذه الأيام في كل سنة يحدث هذا السخر من التنافر، يعني من الكلام الذي لا فائدة منه. هل الاحتفال بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم من الحلال أم من البدع؟
وتجد الإنسان في هذه الدنيا يترك الفرائض، يترك العبادات التي أمره الله أن يلتزم بها، ويبحث في أشياء لا تسمن ولا تغني من جوع. فاحتفالك أو عدم احتفالك لا يزيدك شيئا. الشيء الذي ينفعك أيها المؤمن في هذه الدنيا هو التزامك لشرع الله عز وجل. ولهذا لما نتكلم على ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، سؤال جهوري بسيط يسأل نفسه، وعلى كل واحد منا، وأبدأ بنفسي، أن يجيب على هذا السؤال: ما فحوى هذا السؤال؟ إلى أي مدى طبقنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا سؤال يقودنا إلى سؤال آخر. ما هو هذا السؤال؟ هل الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الدين الذي جاء به وأخرج به الناس بفضل الله عز وجل من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن الظلمات إلى النور، احنا نعيش في أيام الدخول المدرسي، وفضل طالب العلم، وفضل المعلم، وفضل الأستاذ، وفضل الشيخ، وفضلها كبير جدا. فالسؤال الذي يطرح نفسه كما قلنا، أن الإنسان يسأل نفسه إلى أي مدى طبق هذا الدين. ثم وجب على هذا الإنسان الذي يعيش في هذه الدنيا أن يلتزم شرع الله عز وجل. شرع الله عز وجل أن تعرف ما لك وما عليك. فبعض الناس يخوضون في أشياء لا تسمن ولا تغني. والإسلام لا ينحصر في المسجد. المسجد مكان مقدس لإقامة الشعائر، إقامة الصلوات والذكر وقراءة القرآن والاستغفار وحمد الله عز وجل. فالإنسان بمجرد أن يدخل إلى المسجد وجب عليه أن يدخل في مرحلة أن يستمتع بذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. احنا 14 قرن و44 أو 45 سنة، يعني هذا منذ مجيء الرسالة المحمدية فقط، وما زلنا نتخاصم في المسجد، ما زلنا ما نعرفوش نقعدوا في المسجد، ما زلنا كي ندخلوا للمسجد نتكلم بغير ما ينفعنا. وإن الكلام في المسجد في غير ذكر الله عز وجل لا يحرق الحسنات ويحرق أعمال الإنسان. فليحذر الإنسان لأمر ربه عز وجل. فقال: وأن المساجد لله وبربكم نسأل. أنا لا أحب أن أخوض في الخيال، أحب أن أنطلق من الواقع. كيف الإنسان يقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، ويدخل إلى المسجد وهو متخاصم مع أخيه المسلم، وهو متعادي مع ميمته، ديجا سب أمه وجاي يصلي، ديجا متعافر مع أمه مع أبوه وجاي يصلي، يدخل المسجد يوم العيد يقبل وليبارك لأخيه المسلم، خوف في الإسلام. فما بالك بأخيه وأبيه، يعني من الأصول. فيدخل المسجد، هي تبدأ من غرفة وهو يخرج من باب وحده، ما يتلاقاش معه. أسألك بالله أخي المسلم، لمن صليت؟ لمن أديت هذه الطاعة والعبادة؟ صيام وذكر واستغفار، حتى بلغ الحد أنه حتى بالحج وفي العمر يذهب الإنسان يقول لك يكسر في عظامه. ولكن وجب عليك أن تصالح أخيك المسلم هنا. وهنا يوصينا الإمام علي كرم الله وجهه بثلاثة أسئلة. هذه الأسئلة وجب على كل واحد منا أن يسأل نفسه، لأن رب عز وجل ماذا قال في كتابه العزيز؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا ينظرون، أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون، أفلا يسمعون؟ فكيف لنا أن نطبق ونحتفل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول للرسول صلى الله عليه وسلم اللي قلنا في الحديث؟ يعني لازم الإنسان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه، مش من ولاده من أهله من ماله من كل شيء، من نفسه التي بين جنبيه. فكيف تقول بلسانك أنك تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ انظر إلى ما قال الإمام علي كرم الله وجهه. ماذا قال الإمام علي؟ قال لك في وصايا ثلاث، لما نطبق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام نصل إلى هذه النتائج، إلى هذه الوصايا بشكل بسيط جدا. وإذا وصلنا لها وطبقناها معناها سنفوز. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا
وعملوا الصالحات لهم جنات تجري. هل السؤال اللي لازم يسأله الإنسان نفسه في هذه الدنيا هذه، كم ستعيش يا ابن آدم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي بين 60 و70، ولكن قلوب قست، قلوب جفت، قلوب ارتبطت بحب الدنيا فكرهت الموت وكرهت الآخرة. السؤال هو اللي يسألوك الوصية اللي يوصلها سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه: ما هو الزاد الذي تحمله الآن؟ وش راك هاز عندك الزاد اللي ربما في أي لحظة يجيك ملك الموت؟ حنا الرسول عليه الصلاة والسلام وش قال؟ يعني الوصية الطلب نتاع ربي سبحانه وتعالى أنه ادخر دعوته وشفاعته ليوم القيامة، بدليل أنه ربي سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول له ربي، يقول له الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أمتي أمتي. الرسول صلى الله عليه وسلم نساء أولاده فاطمة وإبراهيم وغيره ورقية وغيره، لكن وش قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أمتي أمتي. هذا النبي يبكى علينا وينتظر إلى أن نكون ونشرب من حوضه ومن كفه الشريف شربة هنيئة مريئة. ربي لا يحرمنا من هذا الشرب إن شاء الله جميعا. ولكن الله عز وجل وش يقول له؟ يقول له رحمتي رحمتي. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وش راه موجود لك، وربي سبحانه اللي خلقك وش راه موجود لك، وأنت ماذا تقول فيما قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ على واش راك متعادي انت وخوك؟ على واش راك رايحين للشرع وتتعافوا على الارض وعلى الرسام وعلى الورث وعلى غيره؟ واش راك تدي معاك في الكفن؟ كش ما سمعت واحد فنان عنده نشوف في الكفن نتاعو؟ كانش. حتى التغسيل وحتى الحانوت وحتى العطر والمسك اللي يديروا من الميت احيانا يجيبهم واحد ماهوش حتى من الاهل، يجيبهم واحد صدقه ما تعرفوش حتى شكون. فبماذا ستجيب ربك عز وجل؟ عبدي أنا كتبت في القرآن الكريم، في القرآن يقرأ يوم القيامة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا حرمت خيتك من الميراث وليت وحدك ديت كلش وحدك، هل كنت ستحسب نفسك ستعيش مثل ما عاش قارون؟ هل سكنت تطغى كما طغى موسى فرعون على موسى سيدنا موسى عليه السلام؟ وراك رايح. احنا رمضان جانا، رمضان ما تسامحناش، جانا العيد ما تغفرناش، وندفنوا في الموتى نتاعنا مراتنا وبياننا وخيانا قدامنا وما تعبناش. كفى بالموت واعظا. من لم يتعب بالموت واش يتعب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بان ناتي مكانين: المكان الاول هو الجبانه، المقبره. كي تدخل للمقبره تشوف القبور كل كيف، لكن تحت القبور واش كاين لا يعلمها الا الله عز وجل. كل نفس بما كسبت رهينه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. هذه الوصية الأولى. وش راك هاز في الكابان راك مديها معك للسفر، سفر طويل وزاد قليل، وش راح تدي معاك؟ يا اللي راك ماكش تزكي في دراهمك وربي يوجد لك حنش كبير في القبر نتاعك، شعبات حبان، وش حنش تاع الدنيا اللي تخاف منه. حنا كاين بعض خويانا كيشوف الميت مغسل ومكفل ما يقدرش يطلع عليه، والله ما يقدر يشوفه. تزاق في ريشته ما يقدرش، ويحس بالخوف ويحس بلي هو راح يموت. وستموت يا ابن ادم، سيغسلونك ويكفنونك. قال الشاعر: ذهبوا وتركوك. الناس كل تجري تهز الميت وتجري تحوس تدي لاجل، وفي القبر وضعوك. الناس كل تحوس تحطك في القبر، ولو بقوا معك ما نفعوك. يروحوا مع الميت ثلاثة: مال وولد وعمل، يعود المال والولد ويبقى العمل، وانت دبر راسك واش تدي معك في القبر نتاعك. هذه الوصية الأولى، كل واحد يشوفك واش راه مدي معاه في القبر. ويا ويلك يا ابن آدم إن كان معك في زادك ظلم لليتيم، للأرملة، للمسكين، أراضي هزيت التراب على ظهرك وتحملت المسؤولية، جنانات ما سرقوا، معزات تسرح بهم وطالبهم على سجرات الناس وانت تظلم فيهم، ديار نتاع الناس تقدر تقابل فيهم وتتبع بالعورة نتاعهم وتدي في الهضرة عليهم وتخرج عليهم في الكلام، ودين تاع الناس استلفتوا وكريتوا في كرشك وقلت لهم روحوا وشكيوا. فالظلم ظلمات ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ثم الوصية الثانية: أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الدنيا هذه راك تزيد ولا تنقص؟
على بالك بلي في الدنيا ككل الحاجة الوحيدة اللي كلما زادت نقصت هو الأجل، العمر تاع الإنسان. حنا نفرحوا وقتا نكبروا وقتا نوليو عندنا وقتا ندير كروسة وندير دار ونتزوج ونجيب وليدات، وما على بالوش مسكين بلي الملك نتاع الموت الملك راهم يخيطوا له في الكفن نتاعه. كم من إنسان خرج من بيته عنده 100 مشروع في راسه، في العشية بعد العصر دفنوه وضعوه في قبر مسكين، ذهبت أحلامه. والذي يفوز هو الذي يتوكل على الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هنا نسأل أنفسنا، هل رانا نتبعوا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نتبعوا في أخلاقه وش راه صاير يا خويانا في المدارس، في المتوسطات، في الجامعات؟ بنياتنا، أمنا عائشة تزوجت من 9 سنين، احنا الآن بنياتنا في الثانوية خارجة متبرجة متزينة بكل أنواع الفحش في الزينة، ويقول لك بنتي مازال صغيرة. خوينا داير موت ويضال في الثانوية ويضال في المدرسة، طالع هابط، وش راه يدير؟ ووليداتنا اللي راهم يربوا ضحايا في المخدرات اللي لحقت لنا حتى المدارس. خويانا اللي ربي يهديهم ان شاء الله راهم يشربوا في الشراب ويطيشوا في القرع في الطرق. خويانا اللي راهم اكرم الله مسامحكم يقولوا في القرع ويطيشوا الوليدات، كاين مسكين يولد طفل صغير يحسبها كزوج ما على بالوش. هذا الناس اللي راه تجي في لابوبان وطيش في الطرق ويحل لامان وطيش. اشياء امراض في المجتمع. اول ما نزل في قول حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش قال ربي؟ وانك يا محمد لعلى خلق عظيم. عباك من اليوم الهجره اللي هاجر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكه للمدينه، خلى الناس المشركين اللي كانوا ما يحبوش داسين عنده الامانات نتاعهم، لانه كان يلقب بالصادق الامين. ماذا يحدث في مجتمعنا؟ يجي واحد خارج من داره، جاره اللي من المفروض يأسوا يسرقوا، ابنه اللي من صلبه يستنى اهله يخرجوا من داره ويسرقوا الدار. افات في المجتمع. المجتمع اليوم لا يشكو من قله الاموال، يشكو من قله الاخلاق. الاخلاق مشكله اليوم في الامه، مشكله اخلاق. الانسان اللي يمشي في الطريق وما يحترمش خيانه، يحل الكار نتاع السياره ويرمي لابوبال على خيانه. الانسان اللي يمشي في الطريق ويلقى انسان بدنا نحشموا نمشيوا مع زوجاتنا وخياتنا وبنياتنا، لانه شبابنا يمشيوا ويتكلموا في كلام الفاحش، ومن بعد كي تتكلم يقول لك واش نديروا لهم؟ واش ديروا لهم؟ اين هي المسؤوليه؟ كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الرسول صلى الله عليه وسلم كان صادق، كان امين، كان يرغب بالحيوان، يرغب بالانسان. حتى ولينا نشوف في الامه دارنا العجزه يرمون فيها الاباء، الابناء يرمون فيها الوالدين، وتلقى يقول لك قبل يموت نتهنى منه، عطى الصوارد لخاوتي وانا ما عطانيش، يخليهم ادوا الصوارد وانت دير الجنه، دير رضا الوالدين وبالوالدين احسانا. ولكن المهم تتسب، المهم تتهان، المهم تاكل الصالحه، تاكل الماكله البيته، وهو زوجته ياكل في اللحم ويخليوها ترقد باش يبريوا اللحم ما تشمش الريحه. هذه الامه التي حملته كرها ووضعته كرها. أي زمان نعيشه انفلقت فيه كل أخلاق المجتمع. الوصية الثانية، الإنسان يحس روحه وراه رايح يزيد ولا ينقص. إذا كان راح تزيد مبروك عليك، لكن أنت تنقص، العمر تاعك راح ينقص. ثم الوصية الثالثة حتى على قيل الإخوان، سؤال وجيه جدا ووصية في مكانها. سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه رحمه الله عاطس قال لك: ما هو ميزانك عند ربي عز وجل؟ احنا عندنا في المجتمع بعض الناس يوزنوا الناس ميزان مادي، عنده ما عنده سيارته معرفته، عنده رجاله، عنده الكتاف، نسب وشكون، وش يكسب وش خلى وش، المهم هذا هو الميزان، حديث المفلس. ولكن الكم من انسان في المجتمع منسي، واحد ما يعرفه، ولكن عند الله عز وجل يقول: يا رب اقسم عليك بعزتك الان ينزل المطر والله خير يصب المطر، كما كان يفعل ذلك العبد الاسود اللي اكتشفوا الصحابه الامر نتاعو، فلما كشف امره قالوا: يا الله الان تقبض لي الاجل نتاعي. ثم ربي سبحانه قبض له الاجل نتاعو لصدقه ولحبه ولعلاقته الوثيقه مع الله عز وجل. انت الان اخي المسلم ميزانك عند ربك وش هي؟ ما هو ميزانك عند الله عز وجل؟ ورب عز وجل لم يترك لنا لا شاهد ولا والد إلا ذكرها في كتابه عز وجل.
ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وتلك حدود الله فلا تعتدوها. كل شيء مذكور في القرآن الكريم. فالإنسان السعادة نتاعو والهناء نتاعو والراحة نتاعو أن يلتزم شرع الله عز وجل. ولهذا أوصي نفسي وإخواني ما نتبعوش هذا الفوضى والضوضاء اللي راهم دايرين لنا في وسائل التواصل الاجتماعي. مولد حلال ولا حرام، بدعة ولا سنة دارها والسنة ما دارهاش. تجد العلماء وبربكم نسأل ماذا يفعل اليهود بالمسلمين اليوم؟ واش راهم يديروا المخططات نتاعهم؟ حنا نتعافوا السنة ولا مش سنة وحلال ولا حرام، وحنا المسلمين يعذبون يقتلون، المسجد الأقصى ينتهك، وحنا قاعدين نقولوا نطالبوا بحقوق الإنسان وحقوق أين نحن ذاهبون يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الآن المرض الوحيد الذي تعاني منه الأمة وينه؟ هو الهاتف النقال، هو التليفون. ما نتكلمش عن الجانب الإيجابي تاعه، ولكنه أصبح سببا في خراب المجتمعات وفساد الأخلاق. تولوا بنياتنا يشتغلوا في تيك توك. إذا لما نرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة قولية ما قاله عليه الصلاة والسلام، سنة فعلية ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة تقريرية عمل قام به الصحابة وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم حكوا عليه فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم، لم ينكر ذلك العمل. فإحنا بربكم نسأل. والله منا من بلغ 40 سنة ومش عارف الرسول صلى الله عليه وسلم قداش قاعد هو يدعو في دين الله عز وجل، ما هوش عارف عمر الرسول صلى الله عليه وسلم قداش مات، ما هوش عارف قداش لقى الرسول صلى الله عليه وسلم من أذى من أجل نشر دين الله عز وجل. ما دام الذكر واحدة في الجمع وما ذكرش واحدة في التليفون وفي البالو وفي الملائك وفي غير ذلك وفي اللهو وفي المقاهي، ما زال لازم نرجعوا نعاودوا حساباتنا مع الله عز وجل. فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المولد النبوي الشريف ما نتكلموش على كما قلنا على حلال أو حرام، سنة أو بدعة. احنا نستغل الوقت لأجل أن نجدد العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنعمل على حفظ أحاديثه، على تطبيق أخلاقه في المجتمع. يا جماعة واش راه صاير في الميزان؟ واش راه صاير في الغش؟ البطاطا الكبيرة من فوق والمكسرة والعيانة واللي ما تسوقش حتى للحيوان ما يجوا يديروها من تحت. من غشنا فليس منا. واش راه يحدث في الأسر نتاعنا؟ الأب في جهة والأم في جهة والوليدات عايشين في الفيسبوك وفي الإنترنت وراحوا أخذتهم الدنيا وملذاتها. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هاي الأمراض اللي لازم نعيشوا منها أنفسنا. وواحد ما هو بعيدة. في المثل يقول لك شحال قالوا له تحرق دوارك قال لها تخدي دارنا. قالوا له تحرق دارك قال ما تخدي راسك. احنا الآن بكري المرض كانت لنا شوية نوع من الأخلاق، نوع من الحشمة والحياة في المجتمع. الآن لما نرجعوا لما هو موجود، انت مسكر دارك بالمفتاح، قداش المفتاح ويلحقك المرض لداخل بيتك. واش راك شايف ابنك ولا بنتك واش راه عندها في التليفون؟ واش راك شايف ابنك الدراهم اللي راه يجيب فيه منين راه يجيب فيه؟ اي وسيله. كثر الحرام، كثر الفسق، كثر الفساد في المجتمع. وربي سبحانه وتعالى اعطانا العلاج. مش قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. ربي سبحانه 10 دقائق في ليبيا بالملايين بالالاف من الموتى، ربي ان شاء الله يرحم شهداء. في المغرب الشقيق ربي يرحم كذلك شهداء الزلزال. 10 دقائق كن فيكون. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ففي وصيه اخيره اخي المسلم، الرسول عليه الصلاه والسلام قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. وينها؟ الصحه والفراغ. الصحه راكم شايفين واش راه صاير في الصحه، لا طونسيون، السكر، الامراض الكل، لانه الغذاء تاعنا ماهوش غذاء صحي وكل على بالكم بها، كله معالج وكله مداوي. المرض الثاني هذا الاسبوع هذا قريب يموت بسبب ماذا؟ الانترنت، التليفون. يقعد الله 12 تاع الليل بصح باش يصلي ركعتين ونبدا من نفسي دائما ما يقدرش يصلي ركعتين.
الشيطان ما يخليش. لماذا الشيطان؟ لأنه الشيطان وش قال ربي سبحانه وتعالى؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والله نديهم للنار الكل. ربي سبحانه وش قال له؟ قال له والله بعزتي وجلالي ما داموا يستغفروا فيا والله ما تقدر عليهم. فأكثر من الاستغفار، أكثر من حمد الله عز وجل. والإنسان مش يدير في هذه الدنيا ماناش منزهين عن الخطأ، وخير الخطائين التوابون. الإنسان عنده شيء يدير، ونحن في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم. النصيحة الأولى لا تبتعدوا عن كتاب الله عز وجل. وعمرك يجيك هذاك اللي يتفلسف يقول لك واش ندير انت هاك تقرا المجتمع كل فاسد؟ خلي المجتمع فاسد، المهم اصلحه انا. المهم انا ما نخليش روحي يروح للنار، ندير شي وما لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نصلح نفسي قد ما قدرت، نصلح وليداتي قد ما قدرت، واسال كما كان يسالوا الصحابه يا رب اني عجزت عن تربيه ابنائي فربي لي يا ربي سبحانه فاصلح لي يا ربي، اصلح لنا ذرياتنا. الدعاء مخ العباده هو الدعاء. الشيء الثاني ديما كي تصلي خاصه في صلاه الصبح حل المصحف ابدا من البقره الحمد لله. شهرين 3 شهور تختم القران الكريم وانت ديما مع كتاب الله عز وجل. ثم الوصيه الثانيه الرسول عليه الصلاه والسلام قال من صلى علي صلاه صلى الله له بها عليه 10. كي تصلي الصبح اقرا صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم 10 مرات. تصلي الظهر بعد ما تخلص صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم 10 مرات. الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء عندك 50 صلاه. 50 صلاه كي تضربها فيما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعشره قد عندك 10 50 كي تضربها بالعشره قد والله يضاعف لمن يشاء. ثم الوصيه الثالثه إذا أردنا أن نستقيم أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا بالأخلاق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال وإنك لعلى خلق عظيم. فراجعوا نفوسنا مع وليداتنا مع زوجاتنا مع أخويانا. والإنسان دائما يحاول أن يدعو الله عز وجل، يدعي ربي سبحانه الإنسان يا ربي إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا وأنت تغفر الذنوب جميعا فاغفر لي ذنبي واستر لي عيبي. والدعاء اللي لازم ما ننساهوش دائما وإلى اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا كان ربي سبحانه وفقك على هذا فإمامنا أبو راتب النابلسي يقول في كلمة طيبة إذا كان الله معك فمن ذا يكون عليك، وإذا كان الله عليك فمن ذا يكون معك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزرع ويبعث في نفوسنا الإيمان الصادق والتوبة النصوح، وأن يجعلنا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفوز بشفاعته. تخيل لك المنظر لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم داخل عليكم في الجنة وفاتح الذراعين للدار ويقول لكم هيا أمتي هيا الرسول يتحضنكم الكل. هذاك اللي عقوى ندير وهذاك اللي ظالم جاره وهذاك اللي مربي مخلي وليداته مساكن في الفساد وفي الخمور وفي المخدرات، هذاك اللي مطلق مرته ومخلي ابنه يطايش مسكين بدون مصروف بدون إعانة، هذاك اللي مخلي بناته يطايشوا في الشارع. كيف ستقابل ربك أولا وستجيب رسولك صلى الله عليه وسلم ثانيا؟ لماذا ضيعت الأمان؟ إن ربي سبحانه وتعالى لما قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الأمانة راه مش واحد يدس عندك سوار، نفسك أمانة، وليداتك أمانة، تلميذ تقري فيه أمانة، الجار نتاعك أمانة، كل شيء في حياتك أمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا. وحمد ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على نعمة الإسلام، على أن جعلنا من أمة الإسلام. ندعو ربي رغم أننا مقصرون ولكن ثقوا وأحسنوا في الله عز وجل، يعني باللي ربي سبحانه هذه الوجوه والله ما يدخلها النار، وسيحرر وجوهكم عن النار بإذنه عز وجل، وسيجعل الجنة مستقرنا ودارنا وداركم جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله تبارك وتعالى لأهل هذه القرية الطيبة أن يرحم صغيرهم وكبيرهم، أن يصلح حالنا وحالهم وأبناءنا وبناتهم، أن يحفظ الجميع وأن يبارك بالجميع. أخيانا لنا القائمين على المسجد وعلى الميضة وعلى خدمة هذه البلدة الطيبة، نسأل الله عز وجل أن يجعل عملكم في ميزان حسناتكم محسنين اللي راهم متكفلين بالقرآن بالمسجد بكل ذرة. هذا بيت ربي ما هوش حتى واحد،
ويخدم في الجامع عمره لا يقول أنا خدمت. ربي يوفقك باه تخدم مهما كنت في أي جهة، في أي كما نقولوا زاوية في المسجد، مهما كانت صفتك. أحمد ربي أن جعلك جنديا في بيته وواحد يتمزح الآخر. فالإنسان يعمل ويسعى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مريضنا وأن يرحم ميتنا وأن يرد غائبنا سالما غانما يا رب العالمين. نسأل الله أن يرحم أساتذتنا ومشايخنا وعلماءنا. نسأل الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركات أن يصلح بين إخواننا المتخاصمين اللي راهم متشاحنين، اللي راهم متباغضين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي شبابنا إلى ما فيه الخير والصلاح، وأن يهدي شاباتنا وأن يبعد عنهم الفتن، المخدرات والملوثات والأخطار اللي في الهاتف النقار وفي كل الوسائل اللي تدير المشاكل وتدير الفتن. ونسأله تبارك وتعالى أن يحرم وجوهنا ووجوهكم عن النار، وأن يجعل مستقرنا جنات الفردوس التي ندخلها جميعا برحمة الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا جميعا ممن ينالون شفاعة رسوله الكريم ويشربون شربة هنيئة مريئة من كفه صلى الله عليه وسلم، شربة لا نظمأ بعدها. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين.